يعني تؤيدين الحب قبل الزواج ولا ما تؤيدين الحب؟ لا أنا أيد الحب بشكل عام، سواء يعني هو الأفضل إنه يكون بعد الزواج طبعاً، لأن هذا يكون الحب الناتج عن الوعي والعشرة والمودة، والله سبحانه وتعالى قال المودة والرحمة هي الأهم أيضاً من الحب، لأن الحب ممكن يكون له وقت زمني وينتهي، لكن المودة والرحمة والاحترام هذا الأبدي. بس احنا نتكلم انا في الحب، مو بس اقصد الحب بين الرجل والمرأة، الحب حب العائلة، حب الأسرة، حب النفس. انت لما تحب نفسك تعطيها، تنميها، تغذيها روحانيا، ممكن تدلعها، تسافر، تروح تبحث عن سعادتك. هذا الحب اللي مفروض احنا نأسسه في كل واحد فينا. الحب بين الرجل والمرأة إذا كان قلت لك حب عذري وما في شيء يخدش عاداتنا وتقاليدنا ويخدش الشريعة مالتنا، أوكي. إذا كان في حدود الأدب، لازم يكون في حدود. أما الحب المطلق بشكل عام لا، طبعا هذا مرفوض.